هذه قصة صارت معي تقريبا قبل كم سنة، وحكيت القصة كثير. مرة كان عندي رحلة مكة، كنت بروح أعتبر. وقتها أنا كنت طالب بالجامعة، وتعرف الطالب أول قبل وظيفة ما كان عندك دخل، فكان وضعنا المادي على قد حالنا يعني. ومكافأة الجامعة كنت مؤذن مسجد آخذ 1400، بس تعرف ما تطلب أحد كنت يعني. المهم بس كانت أيام جميلة والله يعني، يا أخي كذا الإنجاز فيها كان مرة جميل. المهم اتفق أنا واحد من الشباب قلنا بنروح مكة. كان وقتها في عروض يوم الوطني، وحجزنا على مكة ورحنا. بكم الرحلة؟ 800 ريال، 400 رايح 400 جاي، واسحب مكافاتي وانا اعطيه. طيب ما فكرت بالمصروف هناك، بس سبحان ربك بيسرها يعني. والله يا جماعة وانا اعطيه المكافأة تحجز، ازال غير حجز كذا. الرحلة بعدها بشهر شهرين كذا جاء موعد الرحلة، كنا بالشتاء. ترى الرحلة اليوم بالليل، آخر الليل تقريبا. المراد يتصل علي قال أمرك الساعة كذا، قلت تمام. الكلام العصر. والله يا جماعة الخير، والله إني ما أملك ولا ريال، والله بعزة الله إني ما أملك شيء. كنت طفران والله، إني أستثقل إني أرفع السماعة على واحد من إخواني ولا أبوي وأقول له أبغى لي مبلغ بسافر. كنت أستثقلها مرة، ثقيلة على نفسي إني أطلب أحد يعني. المراد وأنا معي مسبحة مثل هذه، شايفين؟ وأنا من العصر واستلمها استغفار. استغفر الله. سبحان الله، استغفار جلب الرزق، كما قال تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآية. وامسكها استغفار واستغفر. كم هذا قبل 10 سنوات كذا، يمكن 8 سنوات. استغفار. والله بعد المغرب تكلمني واحدة من خواتي، جات ودني للسوق. رحلتي متى؟ الساعة 11 بالليل، آخر الليل. كلمتني واحدة من خواتي الساعة آخر العصر، قالت ودني بعد المغرب للسوق. قلت تمام والله، وأنا مرة وراح وديها للسوق. تتقضى تشتري أغراض كذا. قالت أنت اليوم مسافر؟ قلت إيه. اشترت لي والله عطر، واشترت لي أعزكم الله جزمة، جلكم الله سمع ملاك. كانت احنا طالعين قسم بالله وتحط بيدي 500 ريال. كم؟ 500 ريال. المهم مركب سيارة ونزلت البيت، ورحت جهزت شنطتي وكذا أمور كذا، ولبست الإحرام. ودق علي الرجال اللي أنا وياها مسافرين المكة، قال جاهز؟ قلت جاهز. قال جايك. قلت يلا. يوم وقف عند الباب واركب معه بالسيارة، وحنا ماشيين بالطريق، ويطلع من الدرج 800 ريال حقاتي. قال هذا فلوسك لك. شلون حجزت ذاكر؟ قال أنا هذا مني، بس حديث لك 800 ما بك تصرفها. شوف سبحان الله الاستغفار. قال هذه 800 حقتك رجعها لك، خلها معك مصروف لك هناك. والله ارتخذت، حلفت التذكرة هذه مني. الله يكثر خيرك وجزاك الله خير. وصلنا المطار، وأنا بالمطار وكان لي شغل مع أحد الجهات حكومية، اشتغلت معهم شغل تقريبا. وأنا بالمطار جتني حوالة منهم 1300 ريال، جتني حوالة من الجهات وأنا بالمطار قسم بالله العظيم. جت سبحان الله بوقتها. وكذا بعد شوي يحول لي طارق أخوي 1000 ريال. شوف الاستغفار، جتني 500، وخوي هذا رجع لي 800، جتني حوالة 1300، وأخوي أعطاني 1000 طارق. تذكرت بل تزده.
سبحان الله يا جماعة الخير، والله العظيم هذا من أثر الاستغفار شفته، أقسم بالله أني أنا شفته. رحت المكة عشت كينج قسم بالله. والله يا جماعة سبحان الله شيء غريب يعني. والمواقف يعني اللي مثل هذا ترى كثيرة مرة يعني، حصلت لي أشياء سبحان الله شفت أثر عجيب. استغفار. هذه قصة صارت معي تقريبا قبل لا تنسوا الصلاة على النبي ولا يفوتكم القادم من الفيديو.